اغلب ادوارنا بتخلص يا اما في بدايه الدور يا اما في نهايه الدور، مش كتير بيوصل لنهايه الدور، فعشان كده كتير مننا مش بيعرف يلعب نهايات صح. في فيديو النهارده انا هعلمك ازاي تلعب صح في النهايات، خطتين مهمين جدا لازم تبقى عارفهم في الشطرنج. فجهز كده فنجان القهوه ويلا بينا نبدا على طول. بلعب مع تقييم 1537، وزي ما احنا متفقين في السلسله دي ان احنا هنحاول نلعب ابسط حاجه تخليني افوز على التقييم دوت. دلوقتي احنا في مرحله الافتتاح، لسه بنخرج بالقطع، فبالتالي انا محتاج ان انا اركز على ثلاث حاجات: الخروج بالقطع بتاعتي اللي هم الفيلين والحصانين، ثم التبييت، ثم خروج الوزير. طيب انا هلعب البيشوب سي 4. بالمناسبه البيشوب سي 4 انا عامل عنه كورس كامل، انا هحطه لك في اول كومنت. الكورس ده الافتتاح ده انا بنصح بيه جدا انك انت تلعبه لو انت في التقييم ده، او حتى في تقييم اقل او في تقييم اكتر، لاني افتتاح قوي ومش صعب في الحفظ، وصعب ان خصمك يرد عليه صح. طيب انا لعبت دي 3، هو لاعب دي 5. مبدئيا الدي 5 دي اكيد مش صح. ليه اكيد مش صح؟ لان هو خسران نقله، هو بيلعب بالاسود، ازاي يعمل حاجه زي كده؟ ازاي يلعب دي 5 و آه كانه بيهاجم على مركز رقعه، كانه هو اللي كسبان انتشار؟ فطبعا في الموقف ده انا مش هرجع بالفيل، ولكن انا هاكل بيدق في بيدق. مشكله دايما نقله زي كده انه بيبقى فتح العمود والبدأ بيبقى ضعيف. فانا الخطه بتاعتي ان انا عايز ابيت. طب هل عندي نقلات تانية تخليني اكسب حاجه دلوقتي؟ ممكن اكل مثلا حصان في بيدق مش حلوه، فيل في حصان مش حلوه، فانا هبيت. دلوقتي التبيته دي قويه لاني انا طالب ان انا اجي بالرخ من هنا، والرابطه دي هتعمل له مشاكل. يعني دلوقتي انا عندي روك اي 1، طالب ان انا اكل حصان في بيدق. اضطر يلعب مثلا حاجه زي الاف 6، وطبعا اف 6 مشكلتها انك انت اضعفت المربعات البيضاء، فبالتالي انت ما بتقدرش تبيت قصير. طيب هو لعب اف 6. الخطه بتاعتي ايه؟ الخطه بتاعتي ان انا عايز انتشر بباقي القطع، انا عايز اخرج بالحصان والفيل والوزير عشان ابقى خلصت افتتاح. طيب قبل ما بعمل حاجه زي كده لازم ابص هل عندي نقلات اجباريه دلوقتي تخليني ممكن اكسب حاجه. بصراحه في الموقف ده عندي نقله اجباريه عجباني، ان انا العب دي 5 دي 4 سوري. الدي 4 ضغطت اكتر على مركز الرقعه، وطالب كمان ان انا اكل بدأ في بدأ ياكلني باي حاجه، اكل وزير في حصان، فبالتالي الدي 5 دي نقله كويسه. طيب مشكله الدي 5 في حاجه، ان انا لو لعبت الدي 5 ممكن يمشي بالحصان، طالب فيلي، امشي بالفيل ممكن ياكل حصان في بدأ. حصان في بدأ مش موجوده، حصان في بدأ. الفكرة التانية اللي بفكر فيها ان انا ممكن الاول اكل فيل في حصان، وبعدين اطلع بالحصان، وبعدين ازيح البيدق. طالب ان انا متهيالي هلعب الفكرة دي احسن عشان اكسب عليه انتشار، وفي نفس الوقت هلعب برضو نفس الفكرة بتاعتي ان انا عايز العب الدي 4، بس ساعتها يبقى انا منتشر بالقطع، بدل ما هو يمشي بالحصان يطلب الفيل بتاعي اضطر ان انا ارجع. لا انا عايز اخد الانيشيتيف، حاجة اسمها انيشيتيف يعني مبادرة. عايز اخد المبادرة، مش عايزه ان هو يضيع مني فرصة ان انا لسه الملك بتاعه في مركز الرقعة. دلوقتي انا عايز امشي وزير وبعدين العب دي 4. طبعا هو احسن مكان للوزير انه يرجع ورا. ليه؟ عشان لما العب الدي 4 ما اقدرش اكل بدأ في بدأ، لان لو كلت بدأ في بدأ يعني طبعا كويسه برضه بدأ في بدأ، بس مشكلتها انه بياكل وزير في وزير. وزير في وزير برجع واكل بالحصان، مش هقدر اكل بالرخ لان ساعتها بياكل بالبيدق. طيب هو مشي من هنا، طبعا انا بلعب الدي 4، بفتح الدور. ليه بفتح الدور؟ لاني ملكه في مركز الرقعه وهو متاخر في الانتشار، فبالتالي فتح الدور بيبقى مهم جدا. يبقى انا كل اللي انا عملته من اول الدور ان انا مركز رقم واحد على الخطه بتاعت المرحله. انا هنا بلعب في مرحله الافتتاح، فمركز على الخطه بتاعت مرحله الافتتاح اللي هي الخروج بالقطع الخفيفه اللي هم الفيلين والحصانين، ثم التبييت، ثم خروج الوزير. ولكن قبل ما العب النقله لازم ابص على النقلات الاجباريه اللي عندي. ليه؟ لان ممكن يبقى الخطه بتاعتك ان انت عايز تنتشر بالحصان مثلا، بس هو سايب لك وزير ببلاش، بس عشان تاكل الوزير هتحرك قطعه مرتين. طب ماشي، ما انا هحرك قطعه مرتين واكسر الخطه بتاعتي لاني هكسب اكتر. فبالتالي انت لازم تفكر في حاجتين: الخطه بتاعتك، والحاجه التانيه النقلات الاجباريه اللي عندي دلوقتي. ده اللي انا عملته من اول الدور، والحمد لله يعني جاب نتيجه يعني. بس طبعا الموضوع ده وانا بتكلم عليه بالتفصيل، ازاي بقى تعمل لنفسك نظام تفكير وبرسم لكم الخريطه، كل الكلام ده انا عامله كورس 4 خطوات سحريه
للتفكير في الشطرنج. ممكن تشتريه، هتلاقي الرابط هحطه لك في اول كومنت. طيب دلوقتي انا عايز اخرج بباقي القطع، فعايز اخرج بالفيل. ممكن اطلع بالفيل من هنا. تهيألي النقله دي كويسه. ضاغط اكتر على البيدق دوا. طبعا انا قلت لكم هحطه في اول كومنت، وانا هحط الفيديو في اول كومنت، انا هحطه لكم في وصف الفيديو اللي هو رابط الكورس. طيب انا جايب الفيل ضاغط اكتر على البيدق بفكره ان هو لو بيت ممكن يبيت في الموقف دوت. ممكن كان يبيت، لاني لو بيت انا باكل مثلا حصان في بيدق، او باكل فيل في بيدق، ياكل بالحصان، باكل بالفيل، ياكل بالبتاع دوت، في الاخر بيبقى فيه بيدق هنا متعلق. طيب هنا انا عندي ان انا اكل بيدق في بيدق. دي الخطه بتاعتي ان انا عايز افتح الدور. ولكن تعالوا نبص على النقلات الاجباريه اللي عندي في الموقف ده. انا عندي نقله اجباريه عجباني، هي حصان في بيدق. حصان في بيدق ياكل وزيري، اكل وزيره بكش، ياكل بالملك، باكل في الاخر بياكل الفيل. فكره في الفيل في الاخر مش محمي. طب انا مبدئيا اكل بيدق في بيدق. بفكر ان انا اكل فيل في بيدق. لو اكل بالفيل باكل بالحصان. طب حصان في بيدق. خلاص خلينا في حصان في بيدق. حصان في بيدق دلوقتي انا طالب ان انا اكل حصان في فيل. يعني انا دلوقتي لو كل مثلا هو وزير في فيل، انا باكل حصان في فيل. لو كل طبعا حصان في حصان حامي الوزير بتاعه، فانا باكل عادي وزير في فيل، وما بتقدرش تاكلني لان الحصان بتاعك مربوط. افضل حاجه ليه تتحسب ان هي ياكل كده، وانا باكل بكش ملك. هياكل بالملك. فيلي متهدد، ما بقدرش اكل ده، ولكن الاول انا باكل فيل في فيل. طالب البيدق. يوم ما بتاكلني انا باكل. في الموقف ده انا كسبت بيدق كده، صح كده؟ انا كسبت بيدق، وعنده كمان هو بيدق ضعيف. طيب دلوقتي انا بلعب في مرحله نهايه الدور. مرحله نهايه الدور بعمل خطه مختلفه. ايه الخطه؟ ان انا ببدا اضغط على البيادق الضعيفه. فانا مبدئيا اول حاجه عشان تهاجم على اي بيدق ضعيف انك تثبت البيادق الضعيفه. فهنا انا هعمل حاجه مهمه، ان انا هبدا ازيح البيادق عشان اثبت له البيدق الضعيف ده. جاي هو طالب البيدق، فباجي بالرخ حامي البيدق، وفي نفس الوقت بحضر ان انا اجوز على البيدق الضعيف ده. طيب انا هاجي بالرخ عشان اثبت البيدق الضعيف. البيدق لو اتزاح انا باكل رخ في بيدق، ياكل حصان في بيدق. ما يقدرش لان في رخ مطلوبه. لو كل الاول رخ في رخ. طيب هنا انا ممكن افكر ان انا الف حصاني في وضعيه احسن. حصاني لو اتحط في المربع ده او المربع هيبقى كويس. وطبعا مشيت بالحصان عشان العب نقله زي السي 3.
نقله زي السي 3 بتثبت البدأ الضعيف. طبعا انا نفسي ان انا العب سي 3 واحاول ان انا ازيح البدأ دوا كمان. طيب سي 3 مشينا الحصان. هديله كش ملك. طبعا لو اكل حصان في حصان يبقى ريحني. ليه؟ لان في قاعده مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها، ان كل ما بكسر قطع خفيفه، القطع الخفيفه اللي هم الفيلين والحصانين، كل ما اكسر قطع خفيفه اكتر كل ما البيادق تبقى اضعف اكتر. ليه الكلام دوه؟ لان تخيلوا مثلا حصان هنا واقف حامي الرخ، وانا هنا حاطط رخين او 4 رخاخ مثلا، حاطط 4 رخاخ ورا البيدق، مش هقدر برضه اكل البيدق. فبالتالي مهم جدا انك انت تكسر كل القطع الخفيفه دي عشان تخلي التفوق يبقى اوضح. دلوقتي انا عايز اثبت البدء الضعيف دوا كمان، فعايز ازيح البيدق. ممكن اجي بالرخ على طول، مش لازم ازيح البيدق، اجي بالرخ على طول. طالب ان انا اكل رخ في بيدق لازم احط رخه في وضعيه مش كويسه، وطبعا عندي كش واكل البيدق اللي بعده. فبالتالي هو كده اوريدي هو خسر حاجه يعني. طيب انا اكلت البيدق وكمان بقى عنده 3 بيادق ضعف. دايما خطتي في نهايه الدور بتبقى يا اما ان انا بضغط على بيادق ضعيفه، يا اما بحاول ان انا ارقي بيادق سالكه عندي. هنا انا جايب الرخ عشان اثبت له الرخه بتاعته في وضعيه مش كويسه، وعشان اهاجم على البدائين الضعاف. افضل مكان اهاجم منه على البدائين الضعاف دول هو مربع البي 5. هات ده وهات ده. دخل بالملك حما، ولكن انا اكلت دوا. كده انا كسبان بدائين. ما زالت الخطه بتاعتي ان انا يا اما اضغط على البيادق الضعيفه، يا اما اعمل لنفسي بيادق سالكه. بيادق سالكه يعني بيادق طريقها سالك لحد اخر الرقعه. طبعا لازم اشغل الملك. الملك سترونج بيس يعني قطعه قويه، الملك يساوي 4 بيادق. فبالتالي مهم ان انا اشغل الملك. طيب ممكن اعمل حركه زي كده. فكره البدء دوا ايه؟ ان انا دلوقتي عايز اكل رخ في بيدق، تاكل بالرخ، اكل بالبدء تاكل بالملك. كسرنا كل حاجه وهنخش اند جيم. طبعا انا معايا بدأ سالك من هنا وبدأ سالك من الناحيه التانيه، بكسب من غير مساعده الملك اصلا. يعني هنا انا هزيح وهزيح، وكده خلاص البدأ ده هو بيرقي قبل ما هو يفكر يعمل اي حاجه. بعيد جدا هو عن ان هو يفكر يعمل اي مشاكل. بديله كش الاول عشان احط ملكه قدام البيضه اخليه يتعطل. بعدين باجي بالملك بقول له ملكك هيفضل قدام البيضه، وبعدين ممكن ارقي اللي بعده. اسهل طريقه في المكسب، طريقه للمكسب. بديله كش الاول عشان اخلي ملكه يا اما يجي قدام البيضه يا اما يبعد. جه قدام البيضه خلاص، يبقى انت لسه مش هترقي دلوقتي. رقيت وزير. دلوقتي ممكن اجي اديله كش مثلا، بعدين احطه قدام البيضه تاني، وبعدين اجي هنا كش مادي. كش مادي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك، ونشوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.